أهلا بيكم. النهاردة في مطبخ ليليان هنعمل مع بعض سويس رول فانيلا وشوكولاتة بأسهل طريقة. هنحتاج 5 بيضات كاملين، 140 جرام من الدقيق، 120 جرام من السكر، 7 جرام بيكنج باودر، كيس فانيلا، رشة ملح، 50 جرام من الزيت، 50 جرام من المية، وأقل من نص معلقة من محسن الكيك الجل. لو مش عندكم ممكن تستغنوا عنه، لكن هو بيسهل لنا طريقة السبونج كيك لان احنا بنحط كل المكونات مرة واحدة مع بعض، بدل ما نحط البيض مع السكر الاول وبعدين نحط المكونات الجافة. فلما بيكون عندنا المحسن الجل بنحط كله مع بعض ونبتدي نشغل العجان بالمضرب ونضربه على الأقل من 7 ل8 دقايق متواصل. هنلاقي ان العجينة بتاعتنا لونها فتح خالص بقى زي الكريمة، وكمان هتعلى في الحجم بتاعها. بعد 2-3 كده بنفتحها نتأكد ان مفيش اي دقيق لازق في الجناب، وبعد كده نكمل ضرب لغاية ما نكمل ال7 أو ال8 دقايق. قوام عجينة السويس رول بيبقى أخف شوية من السبونج العادي علشان احنا عايزينه يبقى مرن معانا واحنا بنلفه. هنكون مجهزين صينية مقاس 40 في 60، هنكون دهناها بالزبدة وحطينا عليها ورقة من ورق الزبدة، وهنحط العجينة عليها ونفردها كويس ونخبط الصينية خبطتين كده علشان نساوي العجينة، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 12 دقيقة بالظبط. في الوقت الاسبونج الفانيلا بتاعنا بيستوي في الفرن، انا هجهز مقدار تاني نفس المقادير بالظبط بس بالكاكاو علشان نعمل سبونج الشوكولاتة. الفرق الوحيد اللي احنا بنشيل معلقتين من الدقيق بعد ما وزناه ونحط مكانهم معلقتين من الكاكاو. هكتب لكم كل المقادير تحت الفيديو بالجرام. انا بحب استخدم الميزان وانا بعمل السبونج عشان الريسبي بتطلع مظبوطة احسن من الكوبايات. اهم حاجة ناخد بالنا ان السبونج رفيع فمش هياخد في الفرن اكتر من 12 دقيقة، فتبقوا ظابطين التايمر. زي ما انتوا شايفين السبونج الفانيلا بتاعنا طلع، وطبعا انا اختبرته بخلة في نص الصينية بالظبط. الخلة بتطلع نضيفة كده، السبونج بتاعنا استوى حلو. رشينا عليه سكر باودر بمصفى كده، وهنحط ورقة من ورق الزبدة علشان نقلب عليها السبونج بتاعنا، ونبتدي نقشر الورقة اللي من تحت بالراحة خالص علشان العجينة لسه سخنة. احنا عايزين نلفه وهو لسه سخن، مش هنسيبه يبرد خالص في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. وهنبتدي بورقة الزبدة نلفه على نفسه وهو فاضي، ونلفه كمان في فوطة لحد ما يبرد خالص قبل ما نحشيه. بعد ما برد خالص هنكون جهزنا كريم شانتيه علشان نحشيه. انا هحشي الفانيلا بكريم شانتيه عادي سادة خالص. هنبتدي نفكه بالراحة خالص كده من غير ما نفرد الطرفين، هنسيب الطرفين زي ما هما. وحتى لو حصل منكو شق بسيط بعد ما نحشيه بالكريمة الشق ده هيقفل تاني، فما تخافوش، المهم ان انتوا تتعاملوا معاه بالراحة. وهنبتدي نحشيه بالكريم شانتيه يعني سمك مناسب. ممكن كمان تحطوا لو بتحبوا تحطوا مربى او اي مربى فواكه تزودوها مع الكريم شانتيه. انا عملته النهارده بابسط طريقه علشان اي حد لسه عايز يجرب يعمله يبقى سهل عليه. وبورقه الزبده كده هنبتدي نلفه على نفسه تاني، وبعد كده هننقله على ورقه نضيفه علشان نلفه كويس قوي قبل ما ندخله الفريزر. مهم جدا ان احنا بعد ما نحشيه نلفه في ورق الزبده، وكمان هنلفه في ورق الفويل ونحطه في الفريزر على الاقل 12 ساعه. انا بعمله من قبلها بيوم، وتاني يوم ابتدي ازوق فيه واشتغل فيه. هندخل ده الفريزر ونبتدي نشتغل في السبونج الشوكولاتة. بعد ما برد هنكون جهزنا حشوة كريم شانتيه، بس المرة دي انا حطيت عليها معلقتين من الكاكاو ومعلقتين من النوتيلا عشان تديني طعم حشوة كريم شانتيه بالشوكولاتة. وهنبتدي نفرد العجينة برضو بالراحة، نحشيها زي ما عملنا بالظبط في سبونج الفانيلا، وهنلفه على نفسه تاني واحنا بايدينا كده بنزق بورق الزبدة ونزق السبونج لغاية ما نلفه زي ما كان تاني بالظبط. ودي فايدة ان احنا لفيناه على نفسه وهو لسه سخن، ان هو العجينة خدت شكل الرول اوريدي قبل ما تبرد. هننقله على ورقة تانية نضيفة ونلفه ونضغط كويس، وبعد كده نقفله بالفويل وندخله الفريزر لتاني يوم. تاني يوم انا طلعته من الفريزر بيبقى ناشف جدا اكنه حجر، هيبقى سهل قوي تتعاملوا معاه. هي دي الفكرة، ان احنا بنحطه في الفريزر سهل في التشكيل وسهل ان احنا نقطعه من غير ما يتبهدل منكم. هنبتدي نغطيه بباقي كريم الشانتيه اللي احنا كنا عاملينه بسباتيولا كده، نحط ونبتدي نفرد. مش لازم تظبطوا شكله، يعني لو انتوا لسه اول مرة تعملوه
حاولوا بس تخلوه سموث كده وناعم على قد ما تقدروا. بعد كده هنجيب المشط بتاع الحلويات ونعمل خطوط كده فيه بتمويج علشان تدينا شكل ظريف كده، وفي نفس الوقت سهل قوي مش محتاج اي مجهود. زي ما انتوا شايفين الطريقة بسيطة وسهلة قوي، وممكن كمان تستخدموا شوكة لو ما عندكوش المشط بتاع الحلويات. هنبتدي نقطع الطرفين حتة صغيرة كده منهم علشان ما بيبقوش شكلهم مظبوط قوي. طبعا مش هنرميهم، هناكلهم. وهننقل الرول بتاعنا في طبق علشان نكمل تزويقه ونقسمه. انا عملت وردات كده بالكيس الحلواني وحطيت عليها جوز هند اللي هو المحمص. بنحط الجوز الهند في طاسة لغاية ما ياخد اللون اللي انتوا شايفينه دوت، بيبقى طعمه حلو قوي في اي حشوة فانيلا. وبسكينة حامية نبتدي بقى نقطع السويس رول بتاعنا، وطبعا علشان هو جامد من الفريزر الموضوع هيبقى سهل عليكم قوي، والقط بتاعتها القطعة هتطلع مظبوطة جدا. وبين كل واحدة وواحدة لازم ننضف السكينة في منديل علشان ما نوسخش القطعة اللي بعديها. زي ما انتوا شايفين شكله جميل قوي، وعملناه بأبسط حشوة وأبسط طريقة للتزيين. هنبتدي نشتغل في الرول الشوكولاتة. بعد ما طلعناه من الفريزر هنبتدي نحط الكريمة الشوكولاتة عليه ونفردها بالسباتيولا زي ما عملنا بالظبط في الرول الفانيلا. وبرضو بالمشط بتاع الحلويات هنبتدي نعمل نفس الخطوط او التجزيعات زي ما انتوا شايفين، تديها شكل لذيذ قوي. بعد كده انا هجيب معلقتين من النوتيلا وهحط عليهم شوية من الزيت علشان اخففه شوية في كيس الحلواني، وهحط عليه خطوط كده رايح جاي علشان يديني الشكل الجميل دوت. وهكمل بوحدات من عين الجمل زي ما انتوا شفتوا. ممكن تحطوا كمان بندق او اي نوع مكسرات زي ما تحبوا. وبرضه هنقطعه بسكينة حامية وننضف بين كل واحدة وواحدة علشان كل واحدة تطلع شكلها جميل كده. جربوا السويس رول بالطريقة السهلة والبسيطة دي وقولولي رأيكم. Thank you.